القدم موجوده بالنسبه للاخطاء اللي تحكيميا. يعني حتى في كاس العالم الاخير، على الرغم من تواجد 5 حكام، وكان في خطا كبير جدا خرج انجلترا من كاس العالم، وكان بهدف لفرانك لامبرد. يعني الاخطاء التحكيميه موجوده. السنه اللي قبل اللي فات في دوري ابطال اوروبا، انديه زي نادي فيورنتينا خسر بهدف شرعي بنسبه 100%. احتسب اوفسايد، كان فرق 3 4 متر بينه وبين الراجل المدافع الاخير على ما اعتقد يويوفيتش اللي هو لاعب فيورنتينا، وكل ده ولم يتطرق شيء، ما حصلش انفعالات، ما حصلش الاعتراضات اللي احنا بنشوفها في الملاعب. احنا المفروض مانشستر والريال، مانشستر والريال كرة ناني وفيركسون تغرم مباراه عادي جدا، وارد يعني، بتحصل في كل مكان في العالم. احنا لازم نعمل توعيه للاجهزه الفنيه، توعيه للاداريين، لان اعتقد من يثير الجماهير ويثير التعصب في الفتره اللي جايه، واحنا مش محتاجين تعصب. التعصب شايفينه في الشارع وفي كل مكان في المحروسه مصر. اتمنى ان احنا نعمل توعيه للاداريين، ونعمل عقوبات على الاداريين وعقوبات على الاجهزه الفنيه فيما يخطئ مع اي حكم، حتى لو الحكم مخطئ، لان دي في النهايه لجنه الحكام او المشرف على التحكيم الكابتن عصام عبد الفتاح مع المخطط بتاع التحكيم، دول اللي لهم دور في عقاب او عقوبه للتحكيم، زي ما بيحصل في ايطاليا والمانيا وانجلترا. في عقوبه للتحكيم. الويفا، الاتحاد الاوروبي، بعد الحكم شاكير اللي هو الحكم التركي في مباراه بتاعه مانشستر والريال، اعلنوا جان لويس كولينا اعلن ان هو الحكم لم يخطئ وادى مباراه، ودي عمليات تقديريه، ودي بتحتسب في عرف كره القدم تهور، زي الكره الثانيه النهارده اللي قال عليها الكابتن عصام، دي تهور، ممكن الحكم يحسبها ممكن الحكم ما يحسبهاش. معنا الكابتن ابراهيم صلاح لاعب نادي الزمالك. كابتن ابراهيم، الف مبروك ال3 نقاط اليوم، الفوز على نادي الاسماعيلي نتيجه واداء بهدف.